السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ايه، كنت في مشوار ولسه جاية وانا بصور لكم دلوقتي. فبوريكم بقى انا جبت ايه وانا جاية. طبعا الام المصرية وهي بره لما بتلاقي حاجة تعجبها بتجيبها. هنا ما كانش عندي بقى مجات، فلقيت المجات دي جبتها. ايه رأيكم فيها؟ هو الواحد ب10 جنيه تقريبا، الستة ب60، وكان عايز يدينا الستة تقريبا ب70. فاحنا بقى فاصلنا معاه وجبنا ستة ب60. ورحت جايبة بقى كيلو لحمة، قلنا ايه نعملهم مع شوية بامية حلوين كده. طبعا صلوا على النبي بقى ايه واذكروا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا بقى ايه بنعمل البصلة. بصوا البامية بتبقى حلوة قوي لما بيبقى معاها دهنة، يعني بتبقى بقى روعة. حطوا معاه حتة دهنة وكله أحلى بامية. وطبعا البامية المتخزنة ما بتطلعش قبلها، خلي بالكم النقطة دي مهمة. البامية المتخزنة تطلعوها وتحطوها في الصلصة على طول، ما تسيبوهاش تفك. لو سبتوها تفك هتسود وهتبقى مش حلوة خالص. فانتوا طلعوها بتلجها وحطوها في الايه، في الصلصة، او تحمروها مع البصلة كده، هتبقى تحفة. هنا طبعا انا ايه حطيت بقى البصلة. هوريكم الدهنة بقى، حتة دهنة اهي، بصوا اهي، حتة دهنة تحطوها تحمروا بقى البصلة وعلى النار. هنا بقى قلنا بقى نسلق اللحمة السلق العادي خالص، بصلة، جزرة، طبعا ده لومي، عود قرفة، ورق رولة، رولة وحبهان. ادي هو اللحمة بتاعتنا. طبعا اللي عنده مستكة يحط، انا ما كانش عندي مستكة طبعا. المية غليت بقى، نحط حاجتنا كده، البصل والجزر والتوابل. طبعا لو طماطمايه انا نسيت والله ان انا اجيب لكم، بس انا حطيت طماطمايه حلوه برضو، بتدي طعم للشوربه جميل جدا. هنا هننزل الجزر. هتقولي لي الجزر كتير ليه؟ والله لما بتاكلوه كده في الشوربه بيبقى طعمه حلو الصراحه. الحاجات دي بتبقى متطعمه جامد. طبعا اللحمه ما بنحطلهاش ملح غير لما بتدخل فيها السوا. احنا بنحط فلفل اسمر بس، والسبع بهارات اهو بس. وهنحط اللحمه وتسيبها بقى ايه تتسلق مع نفسها كده لغايه ما يدخل فيها السوا، ونملح ادي ايه اللحمه المسلوقه. طبعا احنا هنحط وحدتين في الباميه، بس ما بحطش في الباميه نيه الصراحه، لان هي بتاخد سوا. فاول ما بتستوي في الشوربه نحطها بس تتطعم بالايه، بالصلصه بتاعت الباميه، بتدي طعم حلو برضو، يعني بتدي طعم حلو. ونقفل عليها بقى كده الشوربه ونسيب اللحمه تستوي. ادي الباميه اهي. البصله كده يا دوبك بتصفر، انا بنزل على طول بالباميه وهي متلجه، نديها تقليبه كده تبقى حلوه وجميله. طبعا وفي بقى لو فصين توم بقى تحطيهم كمان مع البصله، ما يصفروش قوي يعني، يا دوبك يتبالوا كده، وتحطي ايه تحطيهم ني. ادي الباميه اهي بوريكم اهي مجمده اهي. بصوا خضرة ازاي. انا الصراحه انا دي مفرزاها، باذن الله باذن الله اعلمكم ازاي تتفرز. انا متعلمه كل ده الصراحه، التفريز ده من حماتي، لان هي كانت شاطره قوي ان هي تحب تفرز الحاجه وتخزن الحاجه كده في الفريزر الصراحه، فانا اتعلمت منها التفريز ده. اهي بصوا خضرة وجميله، هتحطوها بس تاخد تشويحه كده تتفك اهي. خضرة وبتفضل محتفظة بلونها، مش مسودة ولا كأنها زي اللي انتوا جايبينها من بره. واحلى كمان طبعا ان احنا مخزنينها، احلى بكتير، يعني حاجة احنا ضامنينها. صلوا على النبي يا قلبي، صلوا على النبي. انا مش وريتكم اهو، حطيت الصلصة دي طبعا بقى ايه معلقة هريسة شطة بتومة، بتدي برضو البامية بتوديها في حتة تانية. وادي الاكلة خلصت في ثواني. ادي اهي البامية، والهنا والشفا يا رب على اللي يجربها. سهلة خالص، بس هي تركاتها بس ان انتوا ايه تحطوها وهي متجمدة. وبالهنا والشفا اهو، شوية شوربة بقى مع بامية، اكلة بسيطة كده يا رب تعجبكم.